انا جاي النهارده اكلمك عن قاعده شرط الانضمام فيها الانتحار. انزل بالانترو واقول لك ايه هي القاعده دي. انت طبعا تعرف ان الحرب العالميه الثانيه كانت اشرس حرب حصلت في التاريخ، اللي وصلت ضحاياها ل 75 مليون ضحيه بجميع الطرق الوحشيه، ومن الطرق ديت كانت الهجمات الانتحاريه. احنا النهارده جايين نتكلم عن الوحده اللي كانت بتتبنى الطريقه ديت، بتتبناها يعني بتستخدمها. كانت وحده كاميكازي اليابانيه. طب جابوا الاسم ده منين؟ الاسم دوت كان اسم عاصفه كانوا بيشبهوها بالاله او المنقذ عندهم. طب ليه مسمينها كده؟ هما معتقدين ان الرياح ديت او الاعصار دوت انقذهم من الاسطول المغولي سنة 1281. طب في اليابان الهجمات دي كانوا بيقولوا ان هي هجمات فدائية لاجل الوطن وبتاع، بس الدول الاخرى كانت بتقول عليها هجمات وحشية لان هما كانوا بيستخدموا الطرق ديت لاغراق سفن الخصم. طب بيهجموا ازاي؟ بيهجموا عن طريق الطيارات اللي بتبقى متحملة من متفجرات وتوربيدات وصواريخ، بس هي ما بتروحش تضرب سفينة الخصم وبترجع، لا هي بتعمل حاجة تانية. تعالوا اقولك ايه هي الحاجة دي. طب بتضربها ازاي؟ بتضربها عن طريق ان الطيارة نفسها تدخل في السفينة نفسها، يعني بتدخل تنفجر في السفينة، يعني بالطيار نفسه. فهمت قصدنا فدائية ليه؟ كل الطيارين اللي بيعملوا الكلام دوت بيبقى بإرادتهم، ما بيبقوش مجبورين على كده. طلب القائد أساكي كاماي من 23 طيار موهوب اللي كانوا متدربين جدا جدا تحت ايد القائد دوت، وطلب منهم ان هم يهجموا الهجوم الشرس دوت على احدى السفن ساعتها. فالطيار رفعوا ايديهم، وده عندهم بيدل على موافقتهم التامة وان هم مستعدين ان هم يعملوا الكلام دوت لاجل الوطن. والطلب من العضو ال24 يوكيو سيكي ان هو يبقى القائد. فغمض عينه، طقطق رأسه كده ل10 ثواني، بعدين فتح عينه قال له ارجوك اديني المنصب ده. طبيعي ان انت بتبعت فدائيين كتير، معناته ان الطيارين بيقلوا من عندك وعدد المتطوعين قليل. فنعمل ايه؟ احنا ننزل في الجريدة ان احنا عايزين متطوعين يبقوا فدائيين للجيش عن طريق الطيارات او الهجمات الخطيرة ديت الفدائية. وفعلا بيدخل ناس كتيرة جدا زي النحل وافقوا ان هم يتطوعوا في الجيش ان هم يبقوا فدائيين. طيب الوحدات اللي كانت منقسمة تحت وحدة كاميكازي 4 وحدات. اول وحدة شيكيشيما، تاني وحدة ياماتاو، تالت وحدة أشاي، رابع وحدة يامازاكو. ودول ال4 وحدات المندرجين تحت كاميكازي، والأسماء دي مأخوذة من قصيدة يابانية عندهم. أول هجمات ديت كانت على خليج ليت سنة 25 أكتوبر 1944. طب الهجمات دي أدت لإيه؟ أدت لأن 5 سفن غرقت، و23 سفينة اتضرروا تضررات بسيطة، و13 سفينة اتضرروا تضررات خطيرة. طب هيفضلوا على كده لحد امتى؟ هيفضلوا على كده لحد اليوم المشؤوم. يعني هما دلوقتي قاعدين بيفكروا ازاي يطوروا الخطط الانتحارية بتاعتهم، لكن امريكا كانت مجهزة لهم المفاجأة، الصاروخ النووي اللي ضربوه في هيروشيما وناجازاكي كمان. طبعا بعد الصاروخ النووي دوت حاجات كتيرة قوي اتشقلبت في الكرة الارضية كلها، واليابان استسلمت بعد الصاروخ النووي دوت، وبعديها خلصت الحرب العالمية الثانية. بس ده كان موضوع الفيديو، واتمنى متنساش اللايك والسبسكرايب والشير لو تقدر، وتشرف بتعليقك في الكومنتات. نشوفك في فيديو جاي، سلام. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.